بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هقول لكم على طريقه تقلوا بيها البتنجان من غير ما يشرب زيت. هتجيبي الدقيق، هتقطعيه طبعا وترش عليه ملح وتسيبيه لما يصفي ميته خالص، وبعد كده تروحي عايصاه في الدقيق زي ما بنحط في السمك كده، يعني بنحط الدقيق مع السمك ونروح قليينه على طول. بصي ناشف ازاي ومش هتلاقي فيه نقطه زيت، حتى لو هتاكليه كده يعني حلو. انما لما بنقليه من غير ما بنحطه في الدقيق بيشرب زيت قد كده. هي الطريقة سهلة جدا، هتقطعيه عادي وترشي الملح عادي زي ما بنعمله، وتروحي معايصاه كده بالدقيق، تبدري كده بالدقيق وبعدين تروحي قليه، هتبقى مقرمش وجميل. لو هتاكليه كده يعني من غير ما تحطيه في الصلصة عادي. لو هتحطيه في الصلصة احنا عاملينه مسقعة، يعني كنت عاملاه مسقعة اهو. ده شكله اهو، نبدره كده بالدقيق ونروح قلينه على طول، بيبقى ناشف ومقرمش وجميل وما بيشربش زيت. والزيت غالي دلوقتي، واحنا الكيلو ب40 جنيه، يعني كوباية زيت قلت منها وفاض اهي، مش بالزيت وزي ما هو. قربت اخلص القلي كله. جربيها الطريقة دي وقولي لي رأيك في الكومنتات. عملناها مسقعة. سلام.